المهرجان تم تكريم المواهب الصغيرة ديت، وكان من ضمن المكرمين الأستاذ الكاتب الصحفي والمؤرخ الكبير الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، والأستاذ محمد فتحي رئيس رابطة الشعراء العامية، الأستاذ الشاعر الجميل شاعر الأستاذ محمود الحلبي، الأستاذ محمد فتحي رئيس رابطة الشعراء العامية، الأستاذ الشاعر الجميل شاعر سيناء الأستاذ محمود الحلبي. سيدي الكريم، أنت ماذا قدمت من إبداعاتك في هذا المؤتمر؟ ماذا قدمت أنت من قصائدك؟ والله أنا قدمت طبعا أعمالي، لأن كنت طالع طبعا من مهرجان الشعراء برضو العرب في اسكندرية. نعم. فقدمت بعض الأعمال، منها كتبت عن مصر طبعا. نعم. وقلت حاجات شعرية وأدبية وعاطفية. ممكن نستمع إلى إحدى القصائد التي قدمتها في هذا المؤتمر؟ طبعا أقول لحضرتك. قدمت حاجة اسمها بحبك 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 يا مصر، بحبك يا مصر وبعشق ترابك، بلف المداين وأرجع لبابك، وأحس بكياني وكرامتي في رحابك. يقولوا فقيرة يقولوا أسيرة، بشوفك أميرة وأحبك أحبك أحبك يا مصر. بحبك ملاية ومنديل بقوية، مقالب من أختي وغتاتة من أخويا، ودعوة من أمي تنسيني همي، وكلمة حلوة وحكمة من أبويا، وأحبك أحبك أحبك يا مصر. بحبك صبية على البحر جاية ساعة عصاري، ونسمة قبالها تطير في شالها، تبين جمالها وترجع تجاري. بحبك مراكب تعدي لراكب لبر الأمان، يدوب جوه نيلك ويعطش يجيلك يقولك كمان، وقابلك ببوسة بزفة عروسة، ولما في بيتنا مع ولاد جارتنا تدق المزامر ترد المزامر، تزغرط جارتنا تهلل تغني، وحلم التمني ينور لبيتنا. بحبك زيارة البيت عم سيد، أصله فقير مش قادر يعيد، بعيد عليه نفرح عينيه ويدعمنا دعوة ب1,000,000 جنيه. في أرضك يحس الغريب إنه مصري وإحنا الأجانب، ويلقى الدعاية ويلقى الرعاية ويلقى الحماية على كل جانب، ويمشي في ربوعك ويشبع بجوعك ويعمل مصايب، ويرحل وينسى جميلك وينسى ويطلع يعايب، ويرجع تسامحي يا ساكنة في ملامحي يا ست الحبايب. ولادك بنوكي بيرخم فدوكي، ويشهد عليهم ترابك في سينا، ومنهم باعوكي عشان الشروكي وفيلا في مارينا. يعيشوا في غيرك يعيشوا في خيرك ويبدوا لغيرك ولاد الذين، ولو جار زمانهم يعودوا مكانهم يلاقوا السفينة، وتنسى جحودهم وتبكي عليهم عينيك الحزينة. في أرضك سرحت فشلت ونجحت وعشت ببساطة، سحبت الحمام ونمت في سلام ولو على البلاطة. بحبك 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 يا مصر. دي بعض الحاجات اللي انا كنت قلتها. سيدي الكريم، قصيدة جميلة، يعني كنا ننتظر المزيد ايضا من هذه القصيدة. استاذ جمال، بصفة حضرتك وبحسك الشعري، متى تعود للشعراء وللمثقفين وللأدباء دولتهم كما كانت قديما؟ هو حضرتك احنا في فعلا ثورة ثقافية في مصر حاليا، بدأ من اسكندرية طبعا بمهرجان الشعراء العرب اللي احنا ناقمته في نادي اصحاب الجهاد، وحضرات طبعا من جميع الدول العربية، لدرجة ان احنا ما كانش حتى في مكان فوقفنا دعاوى للخارج. بيكمل المسيرة الاستاذ احمد الشيخ والاستاذ محمد الشيخ في القاس بنفس المسيرة. الاستاذ محمد فتحي عمل رئيس رابطة الشعراء العامية المصرية، برضه بيكمل مسيرة في الشرقية والمنصورة. نعم. في مصر الاستاذ ابراهيم خليل قام بدور جامد جدا، واخيرا طبعا انضم لنا الاستاذ محمود الحلبي من سينا، برضه هيمد في النشاط هناك، ويبقى في تواصل بيننا وبين بعض، وان شاء الله احنا قايمين بثوره جميله جدا مش معتمدين على حد والله. نعم. بحب الشعراء وحب الوطنيين ومجهودنا الذاتي ومستمرين، وهنرفع باذن الله الكلمه ونرجعها مكانها تاني، وهنتقدم بالثقافه لقدام، ومش عاوزين حاجه من حد بمجهودنا احنا الذاتي. نتمنى التوفيق لكل انسان على ارض مصر، خاصه شعراءها. نشكر اصدقاء المستمعين الشاعر الكبير الاستاذ جمال الشاعر، شكرا لحضرتك واهلا بك على هذه المشاركه الطيبه معنا على الهواء.
انا بشكركم جدا طبعا وسعيد جدا بالتواصل مع حضرتكم. شكرا، اهلا بك معنا. نصل بحضرتكم إلى نهاية فترتنا الصباحية المفتوحة لهذا اليوم. أستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.